السلام عليكم. البارحة خسر الأهلي الخضر، بس ربي لك الحمد قعدنا اليوم وصبحنا على بورصة خضراء. مكاسب السوق طيبة اللهم لك الحمد، وبإذن الله ربي راح يعززها بإعلانات الربع الثالث. عدل السوق مساره وارتفع مرة ثانية، وإن شاء الله الأهلي بيعدل وبيرجع للمكاسب من جديد. يقول شاعر الأهلي مساعد الرشيدي: أنا أعتبرها كبوة حصان ويقوم، وأنت اعتبرها زي ما تعتبرها. اللي زعلان من خسارة الأخضر الأهلاوي نقول له إن شاء الله أنك كسبت مع مؤشر السوق الخضر اليوم، وإذا طافك خضار السوق إن شاء الله قلبك يظل أخضر عامر بالمحبة والعشق. مع أنه مستحيل الإنسان يجمع ما بين خضار الحالة المادية مع خضار الحالة القلبية، صعبة. أحد شعراء الصعاليك رجع من رحلة طويلة يترزق فيها الله، انقطع عنها له فترة. استقبلته أم العيال، ولما قعد عندها يومين قال لها: يا مرة شوفك على خير، أنا ماشي ورا رزقي أطارده. عصبت وبلشت عاد: أنت ما تحبني، لو تحبني تقعد عندي أكثر، وأنت ما فيك خير، ومن اللي أنت تخبره. ما رد عليه، لكن هو طالع ودعها في بيتي: دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير. وراح ابن الحلال. تابعت خلال الأشهر اللي طافت شكاوى المتداولين بالسوق السعودي من الانخفاض المستمر والغير مبرر في أسعار الأسهم. تابعتها وأنا حيل مستغرب من الجهل في أساسيات السوق البسيطة. يا عمي المتداول، أولا المستثمر الاستراتيجي اللي يهمه كم التوزيعات ونسبة النمو، هذا ما كان عنده أي مشكلة، أخذ التوزيعات مجزية وتطمن على نسب النمو وقال سلام عليكم. أما أنت يا أخونا المضارب فقضيتك مختلفة وغير. أنت داخل المضاربة تبي تشتري الصبح وتبيع الظهر وتربح على جرس الإغلاق، يعني الريسك أعلى، يعني قابليتك للخسارة لازم تكون أعلى. مو مهمة السوق إنه يرتفع باستمرار عشان حضرتك تربح باستمرار. أنت ما يرضيك 5% توزيعات و6% نمو وبدون أي مصاريف تشغيلية عليك؟ أنت تبي تدوب محفظتك سنويا، ولا ترى السوق طايح حظ والسيولة مفقودة والإعلانات غير مؤثرة والسوق ملعوب فيه و لا والله، عقلك هو اللي ملعوب فيه. عقلك يذكرني بجماهير بعض الأندية: يا فوز يا الحكم غشاش والمباراة كانت مؤامرة. والمشكلة الأكبر أن بعض المحللين يبحثون عن الشعبية والانتشار عن طريق تبني مثل هالمظلوميات، بالضبط نفس اللي يصير في بعض البرامج الرياضية. الخلاصة وبلغة شعبية بحتة: تبي توزيعات منطقية ونسبة نمو جيدة، خليك بالسوق والسوق زين. تبي إكسات ودبلات وتربلات والحركات، من حقك، ما حد يمنعك، لكن هذه مغامرة تجارية، خليك قدها. إذا نزلت على راسك خسارتك سببها مغامرتك وقرارك الشخصي. السوق مو مهمته يركبك روز كلانن قيمتها 10 مليون أو خلاص هو سوق سيء وملعوب فيه. الكولنن هذه صدق قيمتها 10 مليون ولا خرطي؟ شوفكم على خير.